التغذيه الصحيه وقت الامتحانات عشان خاطر اعرف اجيب المعلومه من الذاكره الطويله لان انا احطها في الامتحان وتفضل معايا العمر كله. بعض الناس يا جماعه بيبقى فاكر يقول لك وانا صغير كان بيحصل معايا اليوم الفلاني كذا وكذا وكذا، بعض الناس يقول لك انا الاسبوع اللي فات مش فاكر عملت ايه، ويبقى هو شخص مجتهد. ايه بقى الغذاء وقت الامتحانات؟ طول عمرنا عارفين وقت الامتحانات سندوتشات الحلاوه بالقشطه، طبعا دي كارثه. للاسف الاب والام فاكرين ان الطفل لما ياكل كتير بقى كويس. هو محتاج ياكل صح. ياكل كتير بقى عنده مشكله كبيره ان هو جسمه مش عارف امتى يحرق وامتى يخزن طاقه وامتى يبقى ريلاكس عشان يعرف يفكر بشكل احسن. استذكار والتذكر والعبقريه والتفكير محتاج ريلاكسيشن، وجسمك يبقى فيه فيتامينز كويسه. الفيتامينز المهمه لاولادنا عشان خاطر يبقوا بيذاكروا كويس ويسترجعوا المعلومه ويجيبوا درجات كويسه. لو حد عنده انيميا ابقى قابلني، حرفيا ابقى قابلني. لو ابنك عنده انيميا، الولد مذاكر شاطر وعمل كل حاجه عليه لكنه عنده انيميا، فبالتبعيه تخزينه للمعلومه سيء واسترجاع المعلومه سيء، هو طول الوقت وخمان، طول الوقت ما عندوش طاقه. الانيميا فارقه جدا معانا، والانيميا مش نقص حديد وبس، الانيميا ممكن يكون عنده عدد كرات الدم الحمراء اقل، وممكن يكون عنده الفريتين اللي هو البروتين المسؤول عن نقل الحديد للخلايا قليل. دول حلهم بيتطلب ايه؟ الحديد ده كلنا عارفينه، والزنك هنتكلم عليه، مجموعه بي كومبلكس بشكل كامل، وفيتامين سي.